انا في الشوي ما عنديش، يما ارحميني. تعالوا بقى معايا شوفوا ازاي شوينا الديك الرومي ده. عملت فيه ايه يا ام عمر؟ عملتي ايه؟ هقول لكم عملته ايه. خليته دايب دوب زي ما انتم شايفين كده، مستوي دايب دايب. شايفين المنظر؟ هفتحه كله من بعضه اهو، شايفين دايب. عملت ايه يا ام عمر؟ قبل ما اقول لكم عملتوا ايه يا ولاد، بالله عليكم اللي يمر عليه الفيديو ما ينساش يعمل متابعه، نسخ الرابط على قد ما تقدروا. اللي اول مره يشوف الصفحه بتاعتي اكيد يعمل متابعه. انا جبت بصل عملتها في الكبه زي ما انتم شايفين كده، بصل على قد الكميه طبعا، نعمتها كويس جدا. وجبت كاري، فلفل اسود، ملح، بهارات لحمه، و دبس الرمان. وخليت الديك الرومي ما فيهوش حته مش متبله، وانا خاليه بين الجلد واللحم زي ما انتم شايفين كده. بصوا شايفين ايدي دي داخله بين الجلد واللحم، وبعدين دخلت جوه في قلبه كده من جوه. ما سبتش حته غير لما خليتها كلها كده بالتتبيله اللي انا عاملاها، وبدات اعمل له فتحات واحشيها كلها بالخلطه اللي انا عاملاها. وجبت خضار بقى، كوسة على فلفل على بطاطس على جزر، قطعتها قطع كبيرة، وبعد كده دخلتها جوه كيس الحراري وفردتها كويس هتشوفوا دلوقتي. وبعدين حطيت الديك الرومي. طبعا الديك الرومي يا ولاد انا بتبل التتبيلة واسيبها لتاني يوم، وبعدين دخلتها على درجة حرارة 260 في الفرن بتاع البوتاجاز من تحت. يعني حطيت الصاج بتاعتنا كده تحت، وحطيتها منها الشبكه، وبعدين حطيته في صينيه، وبدات احطه كده على درجه حراره 260. حجم الكيلو كل ساعه، يعني لو هو 5 كيلو 5 ساعات، 4 كيلو 4 ساعات، كل كيلو عليه ساعه في الفرن. وبألف هنا للي ياكل. ما تنسوش بالله عليكم اللي مر عليه الفيديو يعمل، اللي ما اشتركش في القناه يشترك في القناه، واللي ما عملش نسخ الرابط يا اولاد.